جدا. كان هناك أكثر من تعليق للدكتور صفوت. اتفضل يا فندم. يعني أنا قلت من حيث المبدأ نحن متفقون تماما جميع الكنائس المسيحية في مصر، وأنا على فكرة بفضل كلمة كنائس وليس طوائف، لأن الطوائف ممكن تقال على طوائف النجارين وطوائف الحدادين وإلى آخره، وده تعبير كان تركي قديم. لكن أنا بنادي بقانون أو بنظام الكنائس المتعددة، وليست الكنائس حتى المختلفة، لكن الكنائس المتعددة متنوعة. فنحن كنائس متعددة لكننا نتفق على الجوهر واحد. وأنا قلت إن قانوننا الإنجيلي ما عندناش أكثر من الطلاق لسببين اللي أنا قلتهم، عشان نتحد نوحد الأسباب. الكاثوليك عندهم أشد منا لأنه مفيش طلاق على الإطلاق، فهم متفقون معنا في وحدة القانون. بعض التفصيلات التي نتحدث عنها، وأنا هنا أتكلم مثلا عن في قانون مشروع الكل مقدم في موضوع التبني، وده موضوع حساس. أنا بقول التبني موجود في كل العالم، وموجود في الدول العربية، موجود في جمهورية تونس الإسلامية قانون التبني منصوص عليه. وبقول إن التبني بين مسيحيين وليس بين غير مسيحيين، عشان أحترم عقيدة أخي المسلم. رغم أن أنا في دراستي للإسلام أقول إنه منع التبني في الإسلام كان لمعلوم النسب، دعوهم لآبائهم لمعلوم النسب. هو ده متفق عليه ما بين الكنائس المختلفة؟ لأن أنا قريت تصريح لقداسة البابا قال أنا هخرج موضوع التبني من مشروع القانون. وهذا اللي ممكن نعمل. وأنا عارفة أن في طبعا الكنيسة الإنجيلية بتسمح بالتبني. أنا بقول التبني لمجهول النسب، لأن الإسلام يعرف التبني لمجهول النسب فقط تحت اسم آخر، وهو اسم إقرار النسب. حضرتك لو رحت وقلت الطفل ده ابني، لا يسأل إن كنت متزوجة أو غير متزوجة طالما أنه مجهول النسب. في المسودة القديمة في القانون الأول كان موجود ولا مش موجود؟ في المسودة المقدم مخطوط التبني. في المشروع اللي النهارده قدام لجنة العدل هيتم إخراج التبني في التبني. لا لو خرجت موضوع التبني أنا هعترض. ما هي هنا يعني ده مبدأ كتابي، زي ما بتمسك بأسباب الطلاق مبدأ كتابي. نحن ندعو أنفسنا أبناء الله بالتبني، ده التبني دي عقيدة عندنا. طيب بمناسبة الكلام عن ثم أقول لحضرتك حاجة في التشريع المصري والإسلامي، لما قال إقرار النسب الأفضل أن طفل بلا أب بلا أم أن يأتي إنسان ويدعي نسبه إليه أنه أب أو أم له، أفضل من أن ينشأ طفل بلا أب بلا أم لا يعرف أن له أب وأم. طب هل دي رغبة جماعية ولا حضرتك يعني هل دي رغبة جماعية من الكنائس الثلاثة ولا لا؟ مقدم في المشروع اللي قبل كده. هو نفس المشروع ولا المشروع اختلف النهارده؟ لا هو نفس المشروع بس اللي حاصل إيه؟ لما راح مجلس الشعب أو راح الجهات الرسمية قالوا القانون ده يخالف الشريعة الإسلامية. طب ما هو عندنا القوانين بتاعة الجواز والطلاق بتخالف الشريعة الإسلامية. بالظبط. هو أساسا قانون لغير المسلمين. بالظبط. يعني للمسيحيين. وبقول كده المتبني والمتبنى مسيحيين. لما يبقى طفل مجهول النسب أفضل إنه يطلع ولد بلا أب بلا لا وإحنا فاهمين إن التبني معمول بيه في المسيحية. مظبوط. فإذا ما لا ويقابلوا أيوة بس حضراتكم متفقين على يعني فصلوا عن القانون الحالي ولا لا؟ مفهوم. لا هو لما قداسة البابا قال عاوزين نأجل مشروع التبني على اعتبار ان العاجل دلوقتي والقضية العاجلة والخطيرة هي موضوع الجواز والطلاق، لكن مش معناها ان هيتلغي التبني خالص، معناها ليتر اون في مرحلة ثانية لابد هيتقدم لسبب، لان ده حاجه من العقيده بتاعتنا. بس هيبقى في شكل ايه وفي صياغه ايه؟ قانون لوحده ولا لائحه ولا قانون اسره ده كبير قوي. انا بعتقد بس اللي مهتمين بيه دلوقتي الزواج والطلاق، احكام الزواج والطلاق. التبني قد يحدث صدام ما بين القوانين الكنسيه وبين القوانين العامه او الدستور اللي مصدره التشريع الاسلامي. فعلينا نحن ان نوصل الرساله للمسؤولين بأنه التبني لن نتعارض مع الدولة ولا مع الدستور، وإنما التبني جزء من العقيدة للأبناء المسيحيين، لازم يكون في مش يتبنى أي واحد، يعني عايزة حوار مع الدولة. أيوة بس حضراتكم موافقين على مناقشة هذا الموضوع ضمن القانون الحالي ضمن المناقشات الحالية ولا على استبعاده؟ لا لسه موجود في المشروع ولا لسه ما قربتلوش؟ لسه ما قربنالوش. لسه ما قربنالوش. ما اللجنة بقى هي
تقعد تدرس الحاجات دي مشتركه، وزي ما قلت لابد اللجنه هترجع لرؤساء الكنائس في كل كبيره وصغيره. وصلنا لقد ايه من النقاش؟ غطينا قد ايه من لا النقاش؟ هم بقى اللجنه هم اللي يقولوا. انا ما 50% 60% 80%. ما اقدرش ادي يعني لا، ما انا مش ليس بتكلم كبيان تفاصيل. صحفي، انما يعني قطعنا قدامنا شوطا وقت، قدامنا كبيرا. واحب اذكر هنا الفضل لسياده المستشار عمر الشريف، قاد الاجتماعات واللجان. انا ما بتكلمش على التفاصيل، انما على الجو، خلق جوا انسانيا رائعا متسامحا. منتظر الجو الانساني ينتهي بثمره امتى؟ ان شاء الله. امتى؟ يعني احنا عندنا فرصه، الوزير اعطانا شهر. فان شاء الله يعني يوم 13 يوليو ان شاء الله. بلاش يوم 13 دي، خلينا. ونشكركم على وجودكم معانا النهارده على هذا النقاش الهادئ، وعلى وجودكم انتم الثلاثه معانا النهارده في الحلقه. شكرا جزيلا على وجودكم. شكرا ليكم وعلى طولة بالكم. شكرا جزيلا. تصبحوا على خير. قفل خلاص.